أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من Inside Out Channel. النهاردة موضوع الحلقة عن تكوين العادات. أعرف ناس كتير جدا بتعرف كويس قوي تحدد إيه هي أهدافها، بتبقى عارفة إيه هي العادات اللي هي عايز تكتسبها، تلتزم بيها يوم 2 أسبوع 2، لكن دايما الحاجة الكومن بين إن إحنا بعد الأسبوع التاني أو التالت بنحبط ومش بنعرف نستمر أو بنزهق من العادات دي أو بننسى إن إحنا كنا عايزين نكتسب العادات دي. النهاردة عايزين نتكلم إزاي أكتسب عادة وأعرف أحافظ عليها حتى مع دخول عادة جديدة أنا عايز أتعلمها. في كتاب Atomic Habits لجيمس كلير، وأشجع كل الناس اللي بتسمعني إنها تقرأ الكتاب ده، بيتكلم على أهم مبدأ في تكوين العادات، إن أنا ما أطلعش بسقف أهدافي اللي أنا عايز أوصل لها، لكن أنزل لمستوى السيستم اللي أنا عايز أكونه عشان أوصل للعادات دي اللي أنا عايز أكتسبها. وأنا عايز أشارك معاكم 3 خطوات عملية نقدر نعملها في الحلقة دي عشان نكتسب العادات. أول خطوة عشان أكون السيستم ده حاجة اسمها الانفايرمنتال ديزاين. إزاي أكون ديزاين وأخلق ديزاين حواليا وبيئة حواليا تساعدني إني أكون العادة دي. وأشهر مثل بنستخدمه في الموضوع ده هو إزاي أكون شخص صحي أو أكل أكل صحي. يلا بينا نروح للمطبخ ونشوف إزاي أعرف أساعد نفسي إني أكون شخص صحي في أكلي وعاداتي جوه المطبخ. عادة إحنا بنتزنق في وقتنا وزحمتنا إنه أول ما بنجوع بنشتري أي حاجة أو بنوردر من بره، لكن فكرة إني أخلي من الجو حواليا أي حاجة تغريني إني أكلها، زي مثلا شوكليت، زي الشيبسي، حاجات أنا سهلة قوي أشتريها سناكس وأخبيها في درج بعيد في المطبخ، وأقول just in case إن أنا جوعت ما كانش عندي وقت إن أنا أعمل أكل، أو إن أنا معيش فلوس دلوقتي إن أنا أشتري الأكل الصحي لأنه عادة بيبقى غالي. لكن عايزين نروح لسكة تانية اسمها إن أنا إزاي ممكن إن أنا أشتري فاكهة وخضار بطول الأسبوع، وأشتري لحمة بطول الأسبوع، وفي يوم واحد أعمل كل الأكل ده وأغسل كل الخضار وأغسل كل الفاكهة وخلي شكلها واضح ومحطوط على الكاونتر توب مثلا على المطبخ. إن أنا أعمل لانش بوكسز وأعمل لها ليبل من بره بأيام الأسبوع، إن أحط سناكس في الزيب باج وحطها سواء في درج أو في المطبخ، على أساس إن أنا وأنا نازل الشغل كل يوم أو أنا نازل مشاويري كل يوم يدوب بس أخد اللانش بوكس الزيب باج، أكل تفاحة مغسولة ومتجهزة لي من بره. نفس القصة مثل تاني، لو أنا عايز أشرب مية طول الوقت، ببساطة ممكن أشتري الإزازة اللي هي باللترات على قد اللي أنا عايز أشربه في اليوم، وأحط إزازة جنبي مثلا أول ما أصحى من النوم، إزازة تانية على مكتب الشغل، إزازة تانية في الشنطة بتاعتي، إزازة تانية في العربية، بطريقة تجبرني إن أنا عناية لما بتبص حواليا ألاقي الإزازة دي فافتكر إن أنا عايز أشرب مية طول الوقت. وهكذا في كل أمثلة العادات اللي أنا عايز أكتسبها. خلي بالك إن أكبر أعداء تكوين العادات هو النسيان، وإحنا بطبعنا سهل جدا ننسى، عشان كده وجود ريمايندرز لينا في كل حتة مهم جدا لتكوين العادات. تاني خطوة عشان أكتسب العادات هي إني أربط العادة الجديدة اللي أنا عايز أكتسبها بعادة قديمة أوريدي دخلت في السيستم بتاعي. فمثلا حاجة من حياتي الشخصية، أنا الوقت طويل كنت بعاني من فكرة إن أنا أنزل ألعب رياضة في الجيم. بعد ما قريت كتاب Atomic Habits فهمت الفكرة دي، إنه عشان أشجع نفسي إني أنزل الجيم ضروري أربط عادة النزول للجيم دي بعادة موجودة عندي. فمثلا لو أنا متعودة إن أنا أنزل الشغل كل يوم، وحاجة مش محتاجة أزق نفسي ليها قوي لأنها حاجة أساسية في حياتي ومحتاجة لها جدا، فأنا ربطت نزولي للجيم وشرطت نزولي للشغل ببعض. يعني ما ينفعش أروح الشغل غير لما أنزل للجيم الأول. فكرة بسيطة وغريبة إن هي ما جاتش في بالي، لكن الحقيقة أول ما ركزت فيها وحطيتها في دماغي لقيت نزولي للجيم بقى أسهل كتير من الأول، لأنه زي ما بجهز هدومي لنزول الشغل على طول بجهز هدومي لنزول الجيم، زي ما بجهز شنطتي للشغل بجهز شنطتي للجيم. فالفكرة بتاعت ربط عادة جديدة بعادة قديمة بتجبرني إن أنا أخليهم كأنهم هما الاتنين عادة واحدة. ثالث خطوة هي إني أربط العادة الجديدة دي بزمان ومكان. أفتكر في السنة اللي كان فيها كوفيد-19 كلنا قعدنا في البيت وكان في حظر، فاضطرينا إن احنا نتقابل مع الواقع اللي احنا عايشين فيه. وافتكر كويس قوي ان انا من اكتر حاجات اللي كنت عايزة اغيرها هي شكل اوضتي. وزي ما حكينا في اول الحلقة عن الانفايرمنتال ديزاين، انا قررت ان انا اكون بيئة تساعدني ان اكون شخصية اورجانايز في بيتي، وبالتالي ده ساعدني كمان اني احدد مكان لكل عادة. فدايما بيتقال كده انه لو انت عايز تلتزم بالمذاكرة خلي مكان محدد في بيتك للمذاكرة.
عايز مكان محدد لقعدك مع عيلتك وانك تتفرج على التلفزيون، مكان محدد للشغل ملوش علاقة بوجودك في وسط عيلتك وملهوش علاقة بوجودك في المذاكرة. بالطريقة دي مخي بيتستف بذاكرة معينة انه بيربط الاكشن ده بالمكان ده. زي بالظبط السواقة، لو انا متعود ان انا كل يوم بسوق بالعربية للشغل، خلاص مخي حفظ من غير ما انا اقول له خش يمين خش شمال امشي على طول هتاخد وقت قد كذا. مخي بيكون باترن جواه وبيربط المكان بالاكشن. نفس القصة بتحصل وانس ان انا حددت ان العادة المعينة دي الاكشن المعين ده مربوط بالمكان المعين ده. بس مش بس كده، انا محتاج اربط كمان العادة دي بمكان وزمان. فمثلا انك تظبط انه عادة نزول الجيم هي الصبح، فخلاص مخي حفظ ان انا اول ما بصحى بنزل الجيم. ان انا اظبط انه انا بقعد كل يوم الصبح 10 دقايق في مديتيشن او ان انا اعمل تدريب المايندفولنس، خلاص انا مخي حفظ انه الزمان المعين بتاع تدريب المايندفولنس هو 10 دقايق الصبح اول ما بصحى من النوم. لازم تاخد بالك كويس قوي ان التخطيط الجيد للزمان والمكان هو بنفس اهمية تخطيط ايه هي العادة اللي انا عايز اكتسبها. وعشان كده قبل ما تقفل الفيديو ده هتلاقي في الديسكريبشن تحت شيت تفتحه هيساعدك تخطط كل حاجة انت عايز تعملها عشان توصل للعادة دي. فهتلاقي زي تيبل كده ايه هي العادات اللي انا عايزة اكونها. طيب ايه العادة القديمة اللي مرتبطة شوية بالعادة الجديدة دي، فحددها ومخي هيربطهم ببعض. طيب ايه المكان اللي انا همارس فيه العادة الجديدة دي، وايه الزمان اللي انا همارس فيه العادة الجديدة دي. واخر حاجة ايه في بيئتي المحاوطة بيا انا محتاج اغيره او اعمله ديزاين جديد عشان يساعدني ويبني لي ريمايندرز اوصل العادة دي بمجهود اقل من الوقت اللي فات. عايزة اشجعكم ما تبتديش بعادات صعبة، ابدأ بالعادات اللي سهل قوي تكتسبها، وبعد وقت لما تلاقي نفسك اكتسبت عادة وراها التانية وراها التالتة هتبني ثقة في نفسك انه يلا بينا نروح بقى للعادة الصعبة اللي بقالنا كتير مش عارفين نروح لها. خلاص بيتبني سيلف استيم جوه ان انا شخص منضبط بطبعي. اكتبولي في الكومنتس تحت ايه العادات اللي انتوا اكتسبتوها الوقت اللي فات وازاي اكتسبتوها، وايه عادات عايزين نكتسبها الوقت اللي جاي. Thank you for watching واستنوني في الحلقة اللي جاي.